صباح الخير. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده انا حابه اتكلم معاكم عن موضوع مهم جدا، وهو تصميم الواجهات. الموضوع ده مهم وشائك خصوصا في مدينه سياحيه زي مدينه الغردقه. وده لان عماره جنب عماره جنب عماره انا عملت شارع جنب شارع جنب شارع، انا عملت مدينه زي مدينه الغردقه. احنا جواها بنشوف بعض الواجهات لا تليق بان هي تكون في مدينه سياحيه عالميه زي ما كانت الغردقه متوقع لها ومحطوط لها بلان من سنين عدت وفاتت، ان هي تبقى مدينه عالميه بتنافس على مستوى العالم كله. بلاد كتير جدا في شرق آسيا وفي أوروبا وفي الوطن العربي. تصميم الواجهات علشان حضرتك تقرر انك محتاج تصميم واجهة، لازم يكون قبل تنفيذ الصبة الخرسانية للبلاطات بتاعة المنشأ، مش بعد ما تصب الدور الاول والتاني والتالت والرابع والخامس وتبدا بقى عايز تغلف الكتل دي. النصيحه اللي بوجهها لاصحاب العماير في الغردقه ان هم لما يجوا ينفذوا الواجهه يدوروا على تصميمها من قبل ما يتم التنفيذ الصبة الخرسانية للبلاطات، لأن التشكيل الهندسي أو التشكيل الكتلة بيكون من قبل. يعني انا ممكن اطلع بالخرسانه بشكل معين عشان ادي برج في النص، انا ممكن ادي كيرف كده معين عشان يطلع لي في الاخر كتله دورانيه بشكل معين. هو ده اللي بيصمم الواجهات. لكن شغل ان احنا نلون الواجهه ونعمل حاجه مثلا بالحليات بالفرفورجيه او بال الشبك الممدد او غيره، دي حاجات بتبقى نظام تلزيق. انت بتلزق على الطوب حاجة تدي شكل وما بيديلكش الافكت اللي انت تستحقه او تستاهله، لان واجهة العمارة انطباع اول الناس بتاخده عن شكل المبنى بتاعك، وبناء عليه بيقرروا ان هم يشتروا ويسكنوا ويعيشوا. وبعد كده بقى طبعا المدخل، تاني حاجة السلالم، وهكذا. فرجاء تصميم الواجهات يكون معمول من البداية في الملفات. ودي برضو هنت احنا بنحاول نقوله، ان الرخصة ما تطلعش من غير تصميم واجهة مناسب لمستوى وشكل وأهمية المدينة أو المحافظة اللي هتطلع فيها. تحياتي وصباحكم زي الفل، معاكم مهندسة مريم نشأت. أنا شايف حب وشايف جمال وشايف شياكة وشايف ناس بتحترم الفن. من بعد ما قلبنا دق 3 دقات، ومن بعد ما شرفتونا وخدنا اجازة دي احلى اوقات. مين كان يتخيل كل ده يحصل يوم، والفرحة هتكمل سنة ورا سنة مع بعض ومهما يكون. وسقفة سقفة سقفة نستاهل بوسة وسقفة، مين قال التالتة تبقى تالتة لسه أحلى سنين قدام. وسقفة سقفة سقفة واقفين مع بعض أحلى وقفة، والدنيا علينا شاهدة شايفة حلمنا تحول أفلام.